السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بحضراتكم في مطبخ اكلة هنية على كيفك. النهاردة ان شاء الله هنشوف مع بعض فيديو تخزين الثوم وازاي ان احنا نحفظه بطريقة سهلة وبسيطة ان شاء الله، وكمان ما ندخلوش هوا خالص فلونه ما يغيرش معانا ولا يفسد. كمان باذن الله في الفيديو هعمل تتبيلة بالثوم للسمك والبتنجان والمخلل الطماطم، نحفظها ونشيلها تنفع معانا جدا شهر رمضان وغير شهر رمضان، بتقعد في الفريزر من السنة للسنة. بسم الله. اول حاجه معايا طبعا توم، كميه طبعا اللي عند حضراتكم، ومعايا هنا كمون وكزبره ناشفه وملح وليمون وزيت وفلفل احمر انا فرماه شايلاه في الفريزر، وخل، وطبعا بطرمانات او اكياس بلاستيك او الطريقه اللي حضراتكم تحبوا تحفظوا بيها التوم. طبعا في الكبه بسم الله اول حاجه نحط التوم بتاعنا، مش هملاها قوي عشان ما تبقاش الكميه كبيره ويتفرم معايا بسهوله، يعني شويه كمان وخلاص كده حلو قوي. للشويه دول احط معلقه كبيره من الثوم، مش مليانه يعني اهي، مش مليانه قوي. الملح بيحفظ الثوم كويس قوي وكمان بيسهل فرمه، وطبعا شويه من الزيت برضو حوالي معلقه كبيره. نبتدي نفرمه بسم الله. الفرمه بقى زي ما حضراتكم حابين، تخلوه ناعم قوي او تخلوه خشن شويه. هي انا من الناس اللي ما بحبوش زي العجينه، بحبه خشن شويه، فمش هطول عليه في الفرن. اتاكد بس ان كل الثوم اللي فوق هنا نزل اهو، ودايما الاسباتيول جنبي لو اي حاجه انزلها بالجوانب كده اهو. اتاكد بس مفيش اي ثوم سليم، حتى لو الثوم مكسر شويه يعني خشن كده انا بحبه كده جدا وبفضله. ممكن اديله فرمه صغيره قوي تاني، حاجه بسيطه قوي. بس كده. ادي بس الكبه بتاعتي، السلاح بتاع الكبه يعني، اجيب بطرمان نضيف، اي بطرمان، نتاكد طبعا ان يكون مفيهوش ولا نقطه ميه. بسم الله. ابتدي ان انا احطه في البطرمان، بيتحط في الفريزر عادي. البطرمان الازاز يا جماعه ما بيحصلوش اي حاجه، وعن تجربه بطرمان الصلصه انا على طول بحفظه في الفريزر، وده نفس الكلام. طالما فيه ملح وفيه زيت ما تخافوش، مش هيفرق خالص اهو. بس كده نطلعه وناخد منه بقى على قد الطبخ اللي احنا بنعمله، معلقه معلقتين زي ما نحب، ونحاول دايما ان احنا ما نطلعوش يفك كله، يعني ناخد منه في ساعتها ونشيله في الفريزر تاني في وقتها، ما نخليش البطرمان كله يفك وبعدين نعيد تجميده تاني، ده مش صح. خلاص كده معانا اول بطرمان اهو. ازود على ده بقى علشان عايزه افرم شويه زي ما قلت في اول الفيديو ان احنا نعمل نشيله بقى عشان لما نيجي نتبل سمك، نيجي نعمل بتنجان مخلل او طماطم مخلله او اي حاجه حابين نحط حاجه عليها توم وفلفل تكون جاهزه عندنا. افتكر كده كويس، وادي الفلفل المفروم عندي فمش محتاج ان انا افرمه تاني. ازود بس شويه الزيت، نسيت اهو، ومعلقه من الملح، مش مليانه زي ما قلنا، بعيني كده، مش محتاجه ان انا احط بالمعلقه، وافرم دي كمان. زي ما اتفقنا على طول بننزل اللي في الجوانب، لان اللي تحت بتفرم بسهوله واللي فوق بيفضل خشن وسليم. ننزل كده واساعد الكبه بتاعتي ان هي تفرم كله. بسم الله. خلاص كده تمام معايا قوي.
هاخد منه بقى شويه في طبق، علشان ده هعمله زي ما قلنا للتتبيله اهو. بسم الله، على قد البطرمان او الكيس، كميه بقى اللي حضراتكم تحبوا تحطوا فيها تحطوها يعني. هاخد شويه بقى من الفلفل، نشوف عايز تاني ولا لا. كلنا بنحتاج الثوم اللي هو عليه فلفل ده، وساعات بنستصعبه اهو، علشان لسه هنفرم الفلفل ولسه هنتبل، ساعات بنبقى مستعجلين، فده يبقى سهل علينا موجود في الفريزر على طول نطلعه وناخد منه. نقلبه بس كويس عشان الفلفل يدخل في كل الثوم، ميبقاش في جزء فيه وجزء مفهوش. ممكن احط شويه صغيرين كمان، حاجه بسيطه بس تاني اهو. تزيني بقى، احنا حطينا ملح طبعا في الثوم، فلما اجي احط ملح دلوقتي مش هحط كتير، حاجه بسيطه، حاجه بسيطه جدا. نراعي دايما واحنا بنستخدم الثوم ان احنا حاطين فيه شويه ملح. لو حسينا ان الملح قليل واحنا بنتبل الحاجه بتاعتنا مفيش مشكله ان احنا نزود، اما لو الملح كتير فهي دي المشكله بقى، ساعتها هنعمل ايه؟ طيب ابتدي بقى هنا دلوقتي احط الكمون بتاعي والكزبره الناشفه وعصير الليمونه، او لو لقيت النص كفايه خلاص، انا شايفه النص كبير قوي كفايه. والخل حوالي معلقه معلقتين بس كده، ونقلب الكلام ده مع بعض. الموضوع كان محتاج طبق اكبر بس مش مشكله يعني، انا على طول دلوقتي هحطه في البطرمان. بسم الله، ريحتها جميله قوي، الكزبره الناشفه والكمون مع الليمون والخل، ريحه في منتهى الجمال. ممكن جدا نحط بدل الفلفل الاحمر فلفل اخضر للي حابب، بس انا على طول بعملها دي في السمك. الفلفل الاحمر ده مستغناش عنه، فلفل اخضر، واللي مش حابب الفلفل الحامي يحط فلفل رومي برده مفيش مشكله. زي ما اتفقنا برطمان نضيف مفيهوش ولا نقطه ميه، ناشف تماما اهو. بسم الله، وابتدي اجهز البطرمان بتاعي. وتقريبا الطبق ده هيجي بطرمان تقريبا. نزل كل الكميه بتاعتي اهي، مكملش بطرمان كمان بس كده. ممكن انا ابقى املاه تاني بعدين مش مشكله عشان ما اعطلش حضراتكم. كده معانا الثوم الساده، ومعانا الثوم اللي بالفلفل والكمون والكزبره والليمون والخل لتتبيله السمك زي ما قلت، او لاي نوع مخلل. هفرم شويه تاني بقى من الثوم عشان ما اطولش الفيديو على حضراتكم، واوريكم طريقه حفظ تانيه للثوم. خلينا مع بعض. وادي حضراتكم فرمت كميه تاني من الثوم وحطيتها بقى في كيس بلاستيك اللي هو بتاع السندوتشات. بصوا حضراتكم انا غلفته، قفل من هنا ازاي كده. انا عملته بالمكوه، هوري حضراتكم حالا انا عملته كده ازاي عشان ما ادخلوش اي هوا، عكس مربوطه كده يبقى صعب عليا لما اجي افكه. انما كده انا يا دوب هفتحه، هكسر حته من الثوم، طبعا بعد ما يكون متجمد بيتكسر بمنتهى السهوله. هكسر الحته على قد الطبخه اللي انا هعملها، والكيس تاني يرجع الفريزر زي ما هو ما فكوش كله. هعمل واحد قدام حضراتكم حالا. بسم الله، المكوه مشغلاها على درجه حراره خفيفه، واحد او حاجه يعني، مش تبقى عاليه قوي اهو. شوف كده الكميه دي. اهم حاجه ان انا اوزع الثوم بتاعي مظبوط واخرج الهواء كله منه اهو، زي الاتنين كده واسويه، عشان لما اجي اخرج حته الثوم زي ما قلت لحضراتكم تبقى سهله تتكسر معايا على طول، ما تغلبنيش، ما اضطرش ان انا افك الكيس كله واعيد تجميده من تاني عشان ده مش صح. خلاص انا كده سويت اهو، سويت الحروف. هاجي هنا بقى على الحرف اللي انا عايزه اقفل منه الكيس. المكوه بتاعتي سخنت كويس قوي، امشي على ورقه الفويل كده، مش على الكيس. على الكيس يا جماعه هيلزق في المكوه وهيغلبكم ويبوظ المكوه بتاعتكم. على ورقه الفويل نفسها اهو. سخنت اهي وريحتها طلعت. بصوا حضراتكم الكيس قفل تماما كله اهو،
مفيش ولا نقطه هواء داخليله. ممكن نعمل لغايه هنا وممكن اقص ده، وانا مش هحب ان انا اقصه، انا بتني كده بمنتهى السهوله. قفلنا الكيس وخرجنا كل نسبه الهواء منه. سهله سهله جدا. في الفريزر بقى نحط فوق بعضه كده ما بياخدش اي مساحه معانا. اهي دي كنت عاملاها في الاول نفس القصه، احطها كده اهي. يعني بطرمانات برضو فكره حلوه، ودي فكره احلى لان دي ما بتاخدش حقيقي مكان في الفريزر. انا مجربوها لما بينشف كمان غير ما هو طري كده، بتحطي فوق بعضه على الرف بتاع الفريزر بتاعك ما بياخدش اي مكان خالص. هعمل كيس كمان. بسم الله. حطيت المكوه اهو سخنت خالص. حط بقى الكميه كلها، قليل كتير مش مشكله، كله هنستخدمه ان شاء الله. نزل كل الكميه بتاعتي اهو، كل الكميه عشان ما تنشفش معايا. بس كده. وابتدي ان انا بنفس الطريقه اللي فاتت حتى لو كميه قليله مش مشكله اهي اهي. واوزع بايديا الاتنين واملى كل الفراغات اللي في الكيس دي بالثوم اهو. بسيف ايدي من هنا كده وابتدي ادخل كده تاني عشان في فراغات هنا، انا مش عايزه اي هوا. ناس كتير بتشتكي ان اللون الثوم بتاعها بيغير بعد وقت، ده علشان بيبقى نسبه هوا كبيره دخلت له اهو. خلاص كده. هاجي هنا اتنين عشان انا عايزه اقفله لغايه هنا، وممكن اقفله زي ما انا وريت لحضراتكم في الكيس اللي فات، الكيس كله واتنين مره كمان كده سخنه اهو لحد ما اتاكد ان هي لزقت معايا. بسم الله اهو لزقت اهو، الكيس كله مسك اهو. بصوا حضراتكم هو لزق خلاص كله مسك، يعني كنت هفتحه واوريه حضراتكم من جوه اهو، مفيش ولا نسبه هوا داخله، كله قفل. كده كده احنا بنتني الكيس تاني، وده مقفول طبعا، ده مش داخل له هوا، يعني بدايه الكيس من هنا اهي اهي عشان اوري حضراتكم مفيش اي نسبه هوا في الكيس خالص اهو. ادي اكياس الثوم بتاعتي، وادي بطرمان الثوم اللي احنا عملناه العادي جدا، وده بطرمان الثوم اللي بالفلفل والكمون والكزبره والليمون والخل. عملناه علشان تتبيلات كتيره، منها السمك، منها الطماطم المخلله، الباذنجان، اي نوع حضراتكم عايزينه. سلطه اللي بتبقى جنب الاسماك بتحب اللي بيبقى فيها نسبه ثوم وفلفل دي، ممكن نحط من البطرمان ده. يا رب الفيديو بتاعي النهارده يكون عجب حضراتكم، واكون قدرت اوصل لحضراتكم معلومه ولو بسيطه. لو عجبكم من فضلكم ما تنسونيش لايك وشير وسبسكرايب للقناه بتاعتنا. شكرا ليكم والسلام عليكم.